السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيبه ديالي، بغيتي تشوفي هاد الطويجين كيفاش صايبتو؟ يلا ديري الطابليه ودخلي الكوزينه وشمري لي على دراعك وتعالي تبعيني نديرو طويجين دايزو الكلام. البنات، ها هو السردين بعد ما غسلتو وتقطر مزيان. يلا غادي نمروا التوابل باش نديرهم نشفوا. السردين كله هذا غادي نوضعوه هنايا ومنقي مزيان. ها نتوما تخليو فيه حتى شي حاجه، دوك الشويكات اللي كيكونوا في الجنب حيت الوليدات ما كيبغيوهمش. عندي هنايا قبطه ديال القزبر ومعدنوس، القزبر زايد على المعدنوس. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الشحمه ديال الكلوه. بالنسبه للتوابل عندي هنا معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، راس معلقه ديال بسيبيسه ونويوره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكاري ومليحه. صافي غادي نخلط هذا الشيء مزيان. هانتوما عندي هنايا غير شويه، هانتوما شفتوا عندي كركعه ونص، وعندي شويه ديال اللوز وشويه ديال الكاجو، وتهلاو ليا في الحاله. صافي ها نجمع كل شيء ونخلطو مزيان ونخليه يترقد في هذه الاقامه، عاد نطحنو. نضفت هنايا النيوره تحميره، غادي نخلط هذا الشيء مزيان. ما غاديش نضيف الزيت دابا، زعما نبغي نطحن، خاصو يتشرب مزيان هذا الشيء، يتعرك مزيان. ها نتوما شويه ديال الزعفران الحر حتى هو باش يتخلط مع هادشي ما قلتها لكم وما ضفتوش. صافي نخليه. حاولوا كل طريف ديال الحوت يتنسم بهاد التوابل. واحد 6 ديال الفصوصه ديال الثوم حتى هما درتهم حتى نطحنهم مع كلشي. قلت لكم زدت ديك البصله الخضاريه اللي كيقول لها الحريف. غادي نضيف هنا زيت الزيتون صافي، وغادي نطحن هاد الهاشو. غنطحن غير في الهاشوه. الهاشوه غنطحن فيها غير الفلفله حمراء. صافي هي طحنات، انا غادي نصفو هنا، نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كلشي. البنات صافي ها هي الكفته كلها طحنتها. من الاحسن اللي عنده ديك الماكينه ديال الكفته ديك التقليديه بحال ديال الكزار، لا عندكم كان احسن. والمهم هادشي اللي كاين. صافي انا غادي ندور نديرها كويرات وندخلها للفران ان شاء الله. درتهم على هذا الشكل، غنديرهم في الفران. اللي بغى يشويهم في الفخار يشويهم. انا درت هاد الكميه هكا اللي غادي اللي غتقدنا حنايا العائله صغار. والكميه الاخرى خليتها غنديرها طويجين. المهم انا غادي ندخلها الفران، نديرها بطاطا في الفران صاينه. درت معكم واحد المره بالبابي الومنيوم وزعلوك وشليضه ولا جايبها. جبتها من الفران. ها هي بالنسبه درت معكم الكفته في الفران. ودابا غادي ندير طاجين. بالنسبه لاصوص خديت هنايا واحد جوج بصلات خضاريات، اكثريه الورق، ودرت غير الراس ديال وحده. درت 2 بصلات ودرت غير دوك العريشات الخضرين ديالهم، ودرت الراس ديال البصله منها. وهنايا درت ديك مطيشه الطويله هادي، ملي كانت الفتره ديالها في الصيف كانت رخيصه، كنشري كل مره كيلو 2 كيلو 3 كيلو على حسب الاثمنه ديالها. كنقطعها كنغسلها وكنقطعها على 2، اولا كنقطع الا كانت كبيره كنقطعها على 4. وهنا عندي 3 ديال الصوص ديال الثوم، وعندي هاد 2 ديال السودانيات. ديال الكفته اللي دخلت الفران ما درتش فيه الحار. بالنسبه للي ما كيبغوش، انا عندهم وليدات صغار ما ديروش الحار. المهم دابا اليوم حنا غناكلوا الطاجين هذا غنديروا حار شويه. البنات هي الفلفله اللي قلت لكم. صافي انا غادي نصب هذيك المطيشه والبصله الخضاريه وغادي نضيف لهم التوابل.
التوابل عندي هنايا معلقه ديال النيوره، هنا عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، وهنايا غير بين الصبيعات هكا قرفه مدقوقه، هنايا خرقوم بلدي، هذا القزبر حبوب معلقه صغيره، وهنا غيبان لكم واحد شويه هكا حتى هو بين الصبعان ديال الكسيبيسه وقعقله. عندي 5 ديال الحبات ديال القرنفل، وهنايا ضفت واحد 2 ورقه موز. غادي نضيف هاد التوابل وغنضيف الزيت، اللي بغى يدير زيت زيتون يدير، نضيف شويه تاع الزيت باش تشحر هادشي، ومليحه طبيعه الحال، ونضيف شويه تاع المليحه صافي، نخليه حتى يتشحر مزيان. ومع هادشي ما غادي تنسجم هاد النيوره مع هاد الفلفله حمراء، ما نقولش لكم روعه روعه روعه، واحد المذاق واحد اللون هائل. مع ديك البصله والمطيشه اللي كانت في المجمد تلقات الماء، مع هذيك اللي طحنت فيها درت فيها واحد شويه الماء باش داكشي اللي بقى، المهم غادي نخليها حتى تشحر مزيان توقف القطره ديالها، وعاد غادي نضيف ليها الصابين. البنات ها هو انا غادي نبدا نكور، غادي نحط فيها الطبيسي صافي. دابا ديك المريقه وقفات في القطيره ديالها، وغادي نخضر هنايا عندي 2 فلفلات حمرين مشويين و2 فلفلات خضرين مشويين، وهنا عندي حامضه 4 ديال الحامضه مصيره شويه كبار، ما بغيتش نديرهم صغار. وبالنسبه اللي يقول لك ندير الروز ولا شي حاجه، انا ما نطبق الطريقه ديالي بحذافيرها، وغادي تصدق لكم ان شاء الله. البنات غيسولوني يقول لي علاش غادي ما رويتي ما حتى حاجه. هادو غادي نطلقوا الماء وغادي يشربوا مزيان هاد لاصوص. عادي الا خصني الماء غادي نضيف واحد شويه فاش يطيبوا الماء سخون صافي، ونرجع لها. البنات انا غادي نوريكم، شفتوا هانتوما ناقص عليه العافيه حتى للحد. مره ما نحركش حتى حاجه، ندير لها غير هكذا صافي، ونخليه حتى يبان ليا بياض من الفوق، يبان لكم الفوط بدا فيه بياض صافي. عاد نضيف الفلفله حتى التالي ونطفي. فتحت كيس تاع الماء بعد ما تشرب، المهم نسم بهذيك التوابل اللي درنا وديك لاصوص صافي. دابا انا غادي نضيف فلفله حمراء، وغادي نضيف الخضره، ونضيف الحامض مصير. تبارك الله ما شاء الله، راه كلشي كيعرف ان الفلفله ملي كتكون مشويه ما خصهاش تغسل تماما، كتبقى فيها ديك الريحه ديال صافي. دابا درت معكم بهذه الطريقه، وكنتمنى تطبقوها 100% وردوا عليا الخبر. غادي نضيف هنا القزبر ومعدنوس طري، ما ديروش كونجلي، طري من الاحسن. انا كنسطر عليه بخط احمر، نقص عليه العافيه حتى هذا العافيه مهيله صافي. غير ينشف شويه وغادي نحطو وغندوزو معايا باش نصايبو هاد السلطه خفيفه رافقه مع هاد الطويشه. نحط رشيشه ديال الكمون شويه صافي، ونضيف زيت زيتون. عندي هنايا البسباس قطعته ودرت الماء ودرت ليه الخل وخليته حتى كيطلق دوك. الا طلقات هكا شي حشره ولا شي حاجه دوك اللي كيكونوا باين الثنايا ديالهم، مهم تغسل مزيان. ها هو درت شويه السخطه، هنايا الطماطم، هنايا بصله خضاريه دوك الريوس اللي شاطوا ليا من السردين، وهنايا الخس، وهنايا الخيار. غادي نبداو بالخس هو الاول. نحط الخس الفرش، غنضيف له بصيله،
من بعد غنضيف الخيار صافي، وغنحط ريفه تاع الطماطم هكا اسهل ما يكون. بالنسبه لهذيك القضيه اللي قلت لكم ديال الطماطم ديال اللي كندير في المجمد، بحال بالفتره ديال بحال دابا في الصيف ملي كتكون مطيشه رخيصه، هذيك الفرصه كنستغلها، وانا قلت كفكره نتقاسمها معكم وصافي. من بعد غادي نضيف هذا البسباس صافي، وغنضيف واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس طري، وندير لاصوص فينيغراليه شويه ديال المعدنوس صافي. الله يجعل شي بركه، خير كتير، الحمد لله والشكر لله. الناس هاد لاصوص فيها الكركاع، اللوز، كاجو، فرينجه مربعه، وزيت زيتون، وهذا والحامض. جات جديد ما نوصفش لكم. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. ايوا ما تنساونيش من دعوات الخير.